شد الكرسي بتاعك يا صديقي واهدى كده معايا. احنا دلوقتي على باب عالم تاني. تلج، مش زي أي تلج. تلج رمادي غامق، زجاجي شفاف وسماوي، لونه فيه سر. رحلة هادئة للقطب الجنوبي بس مش عادية. أهلا بيك في عالم هاروت. بص يا صاحبي، أنا هحكي لك دلوقتي عن حتة في العالم مفيش فيها لا زحمة ولا ميكروباصات ولا حتى شمس بتطلع كل يوم. احنا رايحين على القارة القطبية الجنوبية. أيوة، المكان اللي الناس بتقعد فيه لابسة 40 طبقة فوق بعض، والبطريق ماشي فيه متجمد ومش طايق نفسه. بس تعالى هنا، الموضوع مش عن البرد ولا التلج اللي بيكسر المفاصل. الموضوع عن نوع غريب من التلج اسمه التلج الأزرق السماوي. أيوة يا معلم، تلج بس لونه أزرق كده، مش أبيض عادي زي اللي بنشوفه في أفلام الكريسماس ولا حتى اللي بيقعد في الفريزر جنب الفول. ده تلج شكله عامل زي لون السماء ساعة الفجر، لون كده يخض ويخليك تقول هو ده طبيعي ولا حد ناسي فلتر أزرق في الكاميرا. حكاية أول مرة شفت فيه التلج ده كان في واحد صاحبي اسمه مدحت. الراجل قرر يسافر بعثة بحثية للقارة القطبية الجنوبية. عادي يعني، الناس بتسافر الساحل وهو حب يغير شوية. المهم، مدحت بيكلمني من هناك في يوم وبيقول لي يا جدع، أنا شفت تلج أزرق مش أبيض، أزرق هو، والبطريق كان ماشي جنبه عادي كأنه شايفه كل يوم. قلت له يا عم مدحت بطل تحشي، التلج أزرق إزاي يعني؟ دي حاجة في الخيال العلمي. قال لي والنبي ما بهزر، ده حاجة توتر. طب ايه بقى حكاية التلج ده؟ العلم بقى والعهدة على الراجل مدحت بيقولك ان التلج ده بيتكون لما التلج العادي يتحشر تحت ضغط كبير جدا، يعني تلج فوق تلج فوق تلج، ويفضل يتحلط كده لآلاف السنين. ومع الوقت بيبدأ التلج الأبيض يفقد كل الفقاقيع الهوائية اللي جواه، يعني مفيش حاجة بتشتت الضوء، فالنور يعدي جوه التلج ويمتص كل الألوان ما عدا اللون الأزرق، فيبلك التلج أزرق سماوي كأنه حتة من الجنة نازلة وسط الجليد الأبيض. وأهو سبحان الله، حتى التلج عندهم بيتمنظر. طب ليه أصلا ده مهم؟ مش كله تلج وخلاص. بص، من الناحية العلمية التلج الأزرق السماوي ده بيكشف لك عن حاجات قديمة جدا. يعني لما تلاقي طبقة تلج زرقاء ممكن تكون متكونة من مليات و200 سنة ولا أكتر، يعني انت حرفيا واقف على تاريخ متجمد. تخيل كده لو جبت نقطة من التلج الأزرق ده وفكيته، ممكن تشم ريحة هوا من أيام ما الديناصورات كانت بتعمل دايت. ده غير ان العلماء بيستخدموا التلج ده علشان يعرفوا المناخ زمان كان عامل ازاي، وهل كان في احتباس حراري أيام الفراعنة ولا لأ. حاجات كده ملهاش علاقة بالبطاطس. بس لحظة، هو التلج ده نادر ولا نلاقيه في كارفور؟ والتلج ده وبيكون مدفون تحت طبقات تلج كتير، وعلشان تشوفه محتاج تنزل حفرة كأنك بتدور على كنز. وأهو فعلا كنز بس متجمد. والبطاريق مالهم بقى؟ هتحب الحتة دي. البطاريق هناك ماشية جنب التلج الأزرق كأنهم في مول العرب، ولا هاممهم حاجة. وفيه صورة مشهورة لبطاريق واقف على حتة تلج زرقاء باصص للكاميرا كأنه بيقول شايف أنا عايش فين؟ انت عندك بحر بلطيم وانا عندي انوار سماوية في التلج. بس البطاريق دول برنسات متعودين على الجمال، لا بيندهشوا ولا بيصوروا ستوري. فين الغرابة بقى؟ اللي زود الغموض شوية ان في ناس بتقول ان التلج ده بيطلع اوقات في اماكن مش المفروض يظهر فيها زي اطراف القارة او مناطق فيها نشاط مغناطيسي غريب. وفي اشاعات كده انا مش مسؤول عنها بصراحة بتقول ان في باحثين اختفوا وهم بيحاولوا يوصلوا لنقطة تلج ازرق نادرة جدا. والكلام مش مؤكد، بس الناس بتحلف انها شافت اضواء بتطلع من التلج ده في نص الليل. يعني ممكن يكون في حاجة مش مفهومة، أو يمكن التلج نفسه متعصب من كتر التجميد. طب لو أنا عاوز أروح أشوفه؟ ببساطة، لو ناوي تروح القارة القطبية الجنوبية لازم تكون لابس 6 جاكيتات، 3 جلاليب، ومعاك شاي كركديه بالجنزبيل، وتسافر مع بعثة علمية مش لوحدك.
وما تنساش كاميرا كويسة علشان لو لقيت التلج الأزرق ده لازم تاخد صورة جامدة وتكتب عليها أهو أنا وسط الجليد السماوي، ورايا بالطريق بيعمل فوتوشوت. الخلاصة يا نجم القارة القطبية، التلج الأزرق السماوي مش بس ظاهرة طبيعية، دي حكاية بتتقال، منظر بيخطف ولغز لسه العلم بيحاول يفهمه. بين البرد والسكوت، بين البطاريق والريح، في تلج بلون السما بيخليك تحس انك في كوكب تاني. ما تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل. وانت يا نجمة نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو عشان الحلقة الجاية ان شاء الله توصلكم بسرعة وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام.